استكمالا لفقرات التعليميه اللي بنقدمها في الاذاعه المدرسيه، قدمنا اسره اللغه العربيه. اليوم سوف نقدم لكم عمل مسرحي تحت عنوان حضارتنا فخر العالم كله ومصر في قلب العالم. طبعا هنتكلم مع فريق تاريخنا يجمعنا عن محاور هامه في فهمنا للدراسات الاجتماعيه ومع الطلاب، ونقوم بهم نافذه لنعرف محاور هامه في فهم تاريخنا العظيم. تعالى يا نفسنا اتفضل. المهن المصرية، المهن المرتبطة بالزراعة والصناعة والتجارة، المهن المرتبطة بالخدمات، المهن المستقبلية. يا جماعة دي المهن المنتشرة في مصرنا الحبيبة. ننتقل ونقول إلى نافذة أخرى. اتفضل يا محافظة سوهاج يتركز معظم سكانها في القرية على ضفاف نهر النيل، ويعيش القليل من سكانها في المدن عرفت قديما باسم أبيدوس. تمام يا جماعة، دي المدن القديمة. ننتقل إلى نافذة أخرى. تعالى. أنواع الهجرة، هجرة داخلية وهجرة خارجية. تمام، الهجرة هجرة نوعين، هجرة داخلية وهجرة داخلية. نيجي بقى على محافظات مزدحمة للسكان، القاهرة والجيزة. دي يا جماعة المحافظات الأكثر ازدحاما نظرا لوجود الوزارات وكافة الخدمات فيها. ننتقل إلى نافذة أخرى. تركيب العمر هو تركيب من حيث تقنين سكان من حيث الأعمار والسن. تمام يا جماعة، دي هرم سكاني لمصرنا. تعالى يا ياسين، هتقول لنا إيه في النافذة؟ يوجد 7 محافظات، 27 محافظة، وتقسم إلى وجه قبلي وبحر. وجه البحري هي الغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية والإسكندرية. والوجه البحري الغربية الإبلي اللي هي أسوان والأقصر وسوهاج والجيزة. ماشي. اتفضل يا ولاد، دي محافظات الوجه البحري والوجه القبلي. تمام، واحنا محافظة الغربية دلتا مصر عروس النيل. ننتقل إلى نافذة أخرى. اتفضل يا سمان، هتقول لنا إيه؟ محافظات قليلة السكان، شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر. دي محافظات قليلة السكان لعدم توفر الخدمات بها. نيجي بقى على اتفضل يا محمد. محافظات متوسطة السكان مثل الدقهلية والبحيرة وسوهاج. محافظات تمام. ننتقل إلى النافذة الأخيرة في تاريخنا. هنقول إيه؟ المهن المستقبلية هي مهن لم تكن موجودة من قبل، مثل مبرمج الكمبيوتر. صناع المحتوى يا جماعة، دي صناع المهن الحديثة. ممكن يكتب بقى بعزة. اتفضل يا عزة. ترتيب النوع الخاص بتصدير السكان، حيث الذكور والإناث من حيث اللون الذكور باللون الأبيض في رسم البن للسكان، وترتيب النسبة الذكور على الإناث. تمام يا جماعة، كده قلنا شوية محاور بسيطة لفهم حضارتنا فقط، وإلى لقاء آخر في موضوعات أخرى مع طلابنا. شكرا لحضراتكم.